كثير من الناس راهم فاهمين انه هذا الاكتئاب ولا الخوف ولا نوبات الهلع، اختلال الانيه، القلق، وكانه فكره وطاحت من السماء. لا يا اخي، اسمعني مليح وتبع هذا الكلام وركز معايا مليح واسمعني من القلب الى القلب. الاكتئاب والخوف بكل انواعه والفوبيا، اختلال الانيه، نوبات الهلع، كل هذه الامور او كل هذه المشاعر هي عباره عن افكار راهي عندك اصلا، راهي موجوده فيك. كيفاش راهي موجوده فيك هذه الافكار؟ هذه الافكار او هي عباره عن معلومات. هذه الافكار او هذه المعلومات راهي فيك منذ القدم. يعني لما تقول لي مثلا، على سبيل المثال، تقول لي انا عندي مشكل خوف راه في 6 شهور على سبيل المثال، فالامر ما راش في 6 شهور، في 6 شهور هذاك وين ظهرت بهذه الطريقه هذيك المعلومات السابقه. فهذه هي عباره عن تراكمات في حياتك، سواء منذ نعومه اظافرك، سواء في الطفوله تاعك، في شبابك، في اي وقت من اوقات حياتك. فهذه التراكمات او بما يسمى بالصدمات او بالمواقف الاليمه او بالاحداث اللي راك ما راكش متقبلها في حياتك وراك رافضها في حياتك، كاين امور راك مستعر منها في حياتك. كل هذه الامور وكل هذه التراكمات تتراكم شيئا فشيئا فشيئا في حياتك، فتؤدي بك او يعني الحجم تاعها لما يتراكم يؤدي الى ظهور هذه الحالات النفسيه اللي من بينها الخوف، من بينها القلق، من بينها الامراض العضويه، من بينها الاعراض ايضا العضويه. كل هذه الامور هي عباره عن تراكمات من قبل. فالبرنامج تاعنا واش نديرو؟ كاين بزاف يتسائلوا واش هو او طريقه العلاج ان صح التعبير. فاحنا عندنا 3 برامج او 3 مستويات، كل واحد واش يختار. ما يقدرش الانسان يختار المستوى الثاني او المستوى الثالث قبل لا يدير المستوى الاول، هذا يعني شيء مفروغ منه. ولكن كبدايه المستوى الاول رانا نتكلموا على تغيير التفكير. يعني البرنامج تفكيري محض، يتكلم إلا على العقل، إلا على الأفكار، إلا على المعلومات اللي نحاول أننا نجدهم في عقولنا. هذا بالنسبة للبرنامج الأول. البرنامج الثاني وش هو؟ البرنامج الثاني هو برنامج نفسي محض، نتعلم كيفاش نتعامل مع نفوسنا، نتعامل كيفاش نحبوا نفوسنا، نتعاملوا كيفاش نوثقوا وندير ونزيد وندعموا الثقة بالنفس فينا. هذا البرنامج الثاني. البرنامج الثالث هو عملية تنظيف روحي. يعني ندخلوا في كل التراكمات، في كل المواقف تاع الصغر، في كل الاحداث الاليمه اللي وقعوا لنا والصدمات، ونحاولوا اننا نجدوهم ونغيروهم بمعلومات جدد. فبالتالي شيء يصبح عندنا تراكمات، فعلا تراكمات، ولكن التراكمات اللي راح نكونوهم هما تراكمات جدد في حياتنا ولكن إيجابية. يعني تولي تحقق الأهداف تاعك في حياتك، بما فيها المشاريع، بما فيها السعادة، بما فيها العلاقات وإلى آخره. ونتكلموا في هذه البرامج بإسهاب وعميق وعمق كثير كثير وجدا جدا جدا. إذن اللي راح حاب يعني يتفرج إلا ويشاهد الفيديوهات اللي هما راح عندنا أكثر، ربما قريب 2000 فيديو في القنوات تاعنا في مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا يشترك معنا في هذه البرامج. هذا الاشتراك يكون عن طريق الواتساب فقط للناس اللي ما يقدروش يجونا للمكتب هنايا. أما الناس اللي يجونا للمكتب هنا فهو أيضا العمل حضوري معهم، هو نفس الشيء كي بالواتساب، نفسه كما الحضوري. يعني ما كانش فرق. كاين ناس كثير يتساءلوا إذا كان الواتساب أفضل أو الحضوري أفضل، فأنا نقولها لك بكل صراحة وللأمانة، في المكتب راح تشوف لي وجهي هكا مباشرة فقط، ولكن في الواتساب هي نفسها الكلام اللي نتكلموا عليه عن طريق الحضوري.
إذا مرحبا بالجميع. اللي حاب يتواصل معنا عن طريق هذا الواتساب اللي راه مكتوب في الشاشة، ومرحبا بالجميع. أو يمكنكم التكرم بزيارتنا بالمكتب ببلدية مزغران ولاية مستغانم. مرحبا بالجميع.